مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية لهذه الليلة. تقول محدثتي بأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن راحة البال مكسب لا يقدر بثمن، وأن الصحة كنز، والزوج الصالح رزق. لعلك تنامين وقد أنهكتك الهموم، تفكرين في غد لم يأتي بعد. أحيانا تتكاثر عليك المشاغل، تكثر الأفكار، تضيعك الدنيا بكثرة الكلام والآراء، فتنسى نفسك وسط الزحمة وتبتلعك المتاهة، لدرجة تتساءل فيها في حيرة: لماذا أعيش كل هذا التكرار؟ قد تشتاق لأناس كانوا يوما معك، تبكي من وجع فراقهم، ثم تتساءل باستغراب: لعلي لم أكن كافيا كي أنال الحب بنفس الدرجة. لكن لو يرفع الحجاب عن الكواليس التي لا يراها أحد، حينها ستجد نفسك كافيا ومحبوبا وحلما ناعما وجميلا لإنسان اختار أن يحبك في صمت، لأسباب تخص قصتك وقصته. انتهت النشرة. دمتم بخير. كانت معكم سلمى في الكتابة والتقديم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.